احنا النهارده بنتابع مشروع من المشاريع الواعده لسلطنه عمان، مش هقول للاتحاد العماني، لا لسلطنه عمان. مراكز اعداد الرياضيين في رياضه العاب القوى. وبستغل الفرصه ان انا بتقدم بخالص الشكر لمجلس اداره الاتحاد على دعمه وتفهمه وايمانه ان دايما القاعده هي الاساس لبناء اعلى واقوى. وافقوا على استضافة مراكز إعداد الرياضيين بإشراف من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، اللي كمان بتقدم ليها بخالص الشكر على تعاونهم الجاد وحرصهم الدائم على نجاح هذا المشروع من بداية من مرحلة الانتقاء. لما بدأنا الانتقاء طبقا لأسس واختبارات علمية سليمة موضوعة من قبل خبراء في اللعبة بشكل علمي وبشكل تخصصي كبير جدا، ولغاية لما وصلنا لليوم النهاردة ان احنا في عندنا تجمع لثلاث مراكز لاعداد الرياضيين: مركز اعداد الرياضيين بمحافظه الداخليه، ومركز اعداد الرياضيين بمحافظه شمال البطنه، ومركز اعداد الرياضيين بمحافظه مسقط. احنا موجودين المعسكر اللي احنا فيه او التجمع استغلالا لاجازه منتصف العام في الدراسه، لكن في غير اجازه منتصف العام احنا عندنا تدريبات 3 ايام اسبوعيا بالنسبه للاعبين، بنقدم لهم انتقالات، توفير العناصر الكوادر البشريه اللي بتقوم على تدريب اللاعبين. وهنا اتقدم بخالص الشكر للجهاز الفني اللي موجود في مراكز اعداد الرياضيين من كوادر عمانيه، كلهم كوادر خالصه ليهم باع طويل في مجال العاب القوى، لاعبين منتخب سابقين، مدربين لابطال منتخب على مستوى الخليج وعلى المستوى العربي وعلى مستوى اسيا. بتقدم ليهم ان هم بيشاركونا هذا الحلم اللي ان شاء الله هنقدر ان احنا نهدي لسلطنه عمان العديد والعديد من خلفاء محمد عامر الملكي صاحب رقم آسيا سابقا في السلطنة، ونرجع الابتسامة لأم الألعاب العمانية مرة أخرى. بداية البرنامج نزلنا إلى المدارس، عملنا عدة مقاييس: طول، الوزن، وقفز من ثبات، عدة مقاييس، 10 مقاييس. بعدها تم إرسال المقاييس إلى وزارة الشؤون الرياضية، تم عند الخبير الفني، تم انتقاء يعني كل المقاييس مال 80 مقياس من المدارس، 80 طالب، تم انتقاء الأفضل. طبعا استقرينا على 20 لاعب. من بعدها بدينا في البرنامج في مجمع صحار الرياضي. بداية البرنامج تعريف اللاعبين بألعاب قوى، اللي هي كل لعبة 100 متر 200 كتعريف فقط. بدينا في تداريب المرونة، التحمل، الإعداد العام. من بعدها في فترات توقف طبعا للاختبارات. من بعد الاختبارات عملنا التجمع في المعسكر في مجمع سلطان قابوس في بوشر. التجمع كبداية تدريبات على لعبات ألعاب قوى، تقويات المرونة، التحمل. في مسابقة بتكون إن شاء الله في أثناء المعسكر، اللي هي 30 متر، الجري 30 متر، الجري 150 متر، 300 متر، القفز من ثبات، رمي القلة، رمي كرة الهوكي. عدة مسابقات كمقياس، ليس كمسابقة، كمقياس للاعب. والله هي القدرات تختلف. في بعض اللاعبين قدراتهم في الوثب، يعني احنا نعطي النسبة 60% ممتاز. في لاعبين في السرعة، التحمل، في يعني ما عدد كبير. انت دائما في البرنامج ممكن يكون عندك 20 لاعب، ما شرط ال20 لاعب يكونوا ممتازين، خاصة لعبة ألعاب القوى لعبة فردية. ممكن انت من ال20 5 يكون الموهبة في 5 لاعبين فقط، لكن الموهبة ما تبين من أول شهر أو شهرين أو سنة. في لاعبين تتأخر شوية، يعني ممكن تعمل عندهم تداريب في السرعة، يمكن هو عنده السرعة لكن بحكم أنه هو جالس في البيت ما يتدرب، بعد مضي سنة ممكن اللاعب تظهر موهبته، فإحنا نشتغل على هذا الجانب. بدينا في بداية الأمر عملية الانتقاء، زرنا عدة مدارس هنا في محافظة مسقط، وتم انتقاء اللاعبين وفق يعني اختبارات وقياسات معتمدة دوليا، ورسلناها للوزارة. بعد ذلك تم اختيار الأفضل. يعني طبعا هذه الفئة تعتبر يعني في فئة ناشئة، ما أقل من النشء. يعني في بداية الأمر ألعاب القوى كما تعرف يعني هي متعددة المسابقات، منها السرعة والرمي، يعني الجري والرمي والقفز.
ففي هذه المراحل يمر اللاعب على كل المراحل هذه، يعني تكون تمارين عامة. ما شاء الله يعني نحن في بداية الأمر تعرف هذا الجيل اختلف، يعني كما يقال جيل الآيباد وكذا، بس الحمد لله يعني عندهم تجاوب، استيعابهم للحركات للتمارين سريع جدا، عندهم شغف وإقبال على هذه اللعبة يعني الحمد لله. يعني نحن الهدف من هذا التجمع هم يتعرفوا ويتعمقوا في اللعبة، وكذلك يعني يخرجوا من جو البيت إلى جو الملعب ويتعرفوا على زملائهم. يعني هو أقيم المعسكر من محافظة مسقط، من محافظة الباطنة والداخلية، فيصير فيه تعارف وكثافة في التمرين يعني.